الشيء اللي قام به هذا الشخص هو واحد التجربة مثيرة وغريبة حقا. كان عنده واحد المزيج خطير ومخيف من حمض الكبريتيك وبيروكسيد الهيدروجين واللي معروف باسم محلول البيرانا. الفضول اللي فيه او ربما الجنون العلمي خلاوه يختبر هذا المحلول على واحد الفخذ ديال الدجاج باش يعرف شنو ممكن يوقع، والذي يوقع في اخر المقطع ما غاديش تسيقوا. بحذر شديد قام بوضع قطعة الدجاج داخل المحلول، وعلى الفور تقريبا بدا السائل في الغليان لدرجة انه بدا كيقلق من احتمال انسكاب السائل من الكوب، وهو الشيء اللي كان يدير واحد الكارثة. ومنين بدا داك السائل كيهدا داخل الكوب هنا كانت الصدمة، الجزء اللي كان مغمور في المحلول اختفى تماما وكان كيبان بحال اللي تبخر بالكامل. وهنا صاحبنا ما توقفش عند هذا الحد، ولكن قرر يضيف المزيد من بيروكسيد الهيدروجين، واللي وقع من وراها كان شيء اكثر عنفا. المحلول بدا كيحول اي حاجه فيها الكربون الى غاز ثاني اكسيد الكربون، وحتى العظم ديال الدجاج ما سلمش من هذا المحلول، كان كيدوب تدريجيا. ومنين كمل التجربه اخيرا ومشى كيشوف الكوب ما صدقش داكشي اللي شافت العين ديالو، لان قطعه الدجاج اختفت. كان هذا المقطع واحد من المقاطع المرعبه اللي سبق ليا وشفتها. ما تنساش فولو لايك.